السلام عليكم يا جماعة. اليوم رح أحكي عن موضوع كتير مهم بالنسبة لي، إنه هاي الأيام أنا شايفة إنه في كتير مشاكل وعدم ثقة بالناس، فكنت حابة أقلكن أو أعلمكن كيف تخلوا الناس تثق فيكن. وأول شي حيخلي الناس تثق فيك هو إنك تكون عفوي. شو يعني هالكلام؟ يعني لما بتكون قدامهم تتعامل معهم مثل ما أنت على طبيعتك. كل ما تصنعت أكتر أو كل ما حاولت تكون شخص أنت مو هو، كل ما الناس كرهتك أو شكت فيك أكتر. ثاني شيء وأهم شيء بيخلي الناس تثق فيك هو لما الناس تشوف إنه أنت ما بتحكي عن الآخرين. عدوها هي قاعدة في حياتكم، كل إنسان بيحكي على حدا أو كل إنسان بيفضح سر حدا قادر 100% إنه يعمل نفس الشيء فيه. لا مو بس قادر، رح يعمل نفس الشيء. فلما أنا مثلا أشوف شخص أو أشوف رفيقتي جاي عم تحكي لي عن حدا وعم تقلي سر قالت لها إياه، ما رح أثق فيها. إنه في قواعد الثقة، ما بيصير إنسان يفضح سر حدا، يبقى هذا إنسان ما بنوثق فيه. حتى لو هذا الشخص اللي أنت عم تحكي لي السر تبعه عدوك، ما بيصير تحكي لي سر لو بدك يعني أثق فيك أو فيك. ثالث شيء وهو الأهم، صعب كثير إنسان يثق فيك لو أنت ما وثقت فيه. حابب شخص يثق فيك بسرعة وثق فيه وإلا شيء عن نفسك ما كتير ناس بتعرفه، وكسب ثقته بهي الطريقة. لما انت بتقله شيء عنك هو رح يقلك شيء عنه. رابع شيء وهو الأهم، هلا هي شغلة أنا كتير استعملتها مع الناس وفعلا ساعدتني. هي كلمة أو جملة أنا بقولها لشخص 99.9% من المرات اللي استخدمت فيها هي العبارة أو هي الكلمة أو الجملة، الناس حكت لي عن مشاكل، وهي أنا ما رح أجبرك تحكي لي عن هي الشغلة، ولكن أنا دايما موجودة إذا حبيتي تحكي لي عنها. ودايما لما بقول هاي العبارة وتجي فعلا إنه بتطلع من قلبي، الشخص اللي قدامي فورا بيقول لي لا أنا بثق فيكي ورح أقلك. إذا ما صارت أول مرة حتصير تاني وثالث ورابع. الإنسان اللي بده اللي قدامه يثق فيه لازم يكون بيحب هذا الشخص وفعلا مستعد يستنى لحتى الشخص اللي قدامه يكون بده يحكي له عن هذا الشيء. وشيء تاني حيخلي الناس تثق فيك، لما بتشوف انه انت انسان ما بتحب اصلا تحكي عن نفسك كتير او ما كتير بتحب تحكي عن تفاصيل في حياتك، فهذا الشيء حيخليهم يثقوا فيك. لانه اذا انت ما بتحكي عن نفسك ليش راح تحكي عنهم؟ هيك بيفكروا، وهذا التفكير صحيح. لا للاسف بمجتمع الثقه كتير نادره، ولما بتنعطى للاسف بتنعطى للشخص الغلط. الشخص هذا بيكرهنا بالثقه وبيخلينا نخسر الثقه الموجوده. مين الشخص اللي تثقوا فيه عن جد؟ الشخص اللي تثقوا فيه عن جد شخص ما بيتركك لما كل الناس بتتركك، شخص بيسمعك لما كل الناس بتنفض لك، شخص بيثق فيك مثل ما انت بتثق فيه، عمره ما فضح حدا قدامك. واهم شي لما بدك تيجي تدور على شخص تثق فيه، اثق بحدا بيشبهك، ما تدور على حدا مختلف عنك وتثق فيه. بالعادة الاختلاف بيعمل مشاكل. اثق بحدا شفته عم بيساعد ناس غريبة، كانت ناس غلبانة أو ناس محتاجته، هذا شخص تثق فيه. وأهم شيء اثق بحدا تحترمه. لو أنت وثقت بحدا ما بتحترمه رح تندم كتير على اختيارك. لما حدا بيعطيك الثقة وبيثق فيك كون قد الأمانة، ما تفضحه. حتى لو هذا الإنسان نفسه فضحك وصار عدوك وبيكرهك، ما تفضحه. انت لو انسان بتفهم بالدين رح تعرف كتير منيح انه كما تدين تدان، يعني اللي هو عمله رح ينردله، بس ما لازم ينردله من خلالك مشان ما تكسب انت الذنب. خلي الدنيا هي اللي تعلمه الدرس وتفرج انت بس عليه. في احلى مما انه تتفرج على الله هو عم ياخد حقك من شخص من غير ما انت تتعذب ولا تتعب ولا اي شيء. فدايما كون على يقين انه حقك بده يرجع لك، ودايما كون احسن شخص ممكن تكونه، واوعك تنزل لمستوى اي شخص لانه رح تندم كتير. هذا هو الفيديو، اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، اتمنى كل كلمة قلتها تنحفر براسكم، لانه نحن محتاجين ناس منيحة بمجتمعنا هذا، وللاسف هاي الناس كتير قلت. بعرف كتير ناس انضرت لانه وثقت بالناس الغلط. عملوا بأصلكم، كون واثق مثل ما قلت، الله بيشوف كل شيء بتعمله. واوعك تأذي شخص وتحس او تفكر انه انت ما رح تنأذى. يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي، وتشوفوا فيديوهاتي القديمة اللي عملتها. عمل فيديوهات تحكي عن لغة الجسد، كيف تعرف لو رفقاتك بيحبوك عن جد او بيغاروا منك، او كيف تعرفوا لو شخص عم بيكذب قدامكم ولا لا. رح احط لكم فيديوهات هون، واذا حابين احكي عن اي موضوع تاني بليز اكتبوه بالكومنتات. حاطه انا بالدسكربشن الجروب تبع الفيسبوك تبعي، وفي نفس الوقت صفحه الانستغرام. والله بشوفكم على خير، مع السلامه.